المراقبه ديال هذا السلاسل. فاستثمار اجمالي السيد رئيس الغرفة الفلاحية لجهات على المشاريع والبرامج اللي كتنزل على أرض الواقع. وكان عندنا كذلك اتفاقية اللي كتهم كل الهيئات اللي كتدبر الشأن المحلي، لا من مجلس الجهة ولا الجماعات ولا بحضور السيد العمل والكاتب العام ديال العمالة. فهذا الاتفاق في تنزيل المشاريع وكذلك دعم تدبير ديال الشأن المحلي فيما يخص يعني الجماعات اللي كتواجد عندهم يعني القطاع الفلاحي كقطاع رئيسي للاقتصاد، والمساهمة ديالها في المواكبة والاستدامة ديال هذه المشاريع اللي كتنزل، وكذلك المساهمة ديال مجلس الجهة في التمويل ديال بعض المشاريع. هذه المشاريع اللي كتهم واحد الشق ديال التشجير بأصناف اللي كتلائم مع الطقس ديال المنطقة واللي هي مقاومة للتغيرات المناخية والجفاف. والثاني هو التهيئة الهيدروفلاحية، وخصوصا يعني الاقتصاد في الماء فيما يخص تحديث ديال السقي من في السقي الصغير والمتوسط باش نمشيو للسقي بالتنقيط. والمحور الثالث فك العزلة على الضيعات الفلاحية وعلى طبعا الدواوير والسكان. والشق الأخير هو يعني تحديث ويعني بناء أسواق، وخصوصا في يعني الإطار ديال تحديث القنوات ديال التوزيع المواد الفلاحيه والمنتوجات الملاحيه ديال المنطقه باش توصل يعني للاسواق ديال البلاد اللي كنعرفوا بان اقليم شتو كيتباهى كيمول السوق الوطني في عده يعني خضر. وكذلك كاين الجانب ديال التثمين، هناك برنامج اللي غادي يدعم تمويل واحداث وحدات ديال التثمين على الصعيد المحلي. برامج كلها كتهم الفلاح الصغير والفلاحه الصغيره، الرفع من المردوديه ديال المنتوجات، وكذلك الرفع من المدخول ديال هاد الفلاحه الصغار واللي بغيناهم يمشيوا للطبقه الوسطى الفلاحيه، ويعني مشاريع مندمجه واللي كذلك كيدخل فيها كل يساهم فيها كل المدبرين ديال الشأن المحلي والجهوي. شكرا.